اهلا وسهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. عملت لكم النهارده فكره مميزه جدا من اعاده تدوير بنطلون جينز قديم وقطعه كرتونه. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا ازاي عملتها. هنستخدم قطعه كرتونه باي مقاس انتوا حابينه، وهنستخدم كمان قطعة من بنطلون جينز قديم. ممكن كمان تستخدموا اي قماش، بس الصراحة المحل الفكرة الجينز يعني فيها. بدأت كده انا اثبت قطعة الكرتونة على القماشة زي ما انتوا شايفين. وطبعا الزيادات دي هتنيها عشان يكون الفينش شكله حلو بالشكل ده كده. وببدأ ان انا احط شمع واتني الزيادات، وهو ده شكلها اهو. قصيت قطعة من الورق بنفس مقاس الكرتونة وغطيت الجزء اللي من ورا ده، وهو ده شكلها اهو زي ما انتوا شايفين. جبت بقى قطعتين من الجيب اللي هو بيكون الخلفي ده، قصيتهم بالشكل ده، وبعدين هبدأ كده ان انا اثبتهم بالشمع على القطع اللي احنا غلفناها من شوية دي بالطريقة دي كده، وهو ده شكلها زي ما انتوا شايفين. قصيت هيكل على كرتونة زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى استخدمت شريط ستان عشان هنغلف بيه الهيكل كله. حطيت في الاول كده نقطة شمع، بعدين بقى هبدأ ان انا اغلف الهيكل زي ما انتوا شايفين كده. بدخل الشريط وبعدين بطلعه من بره وبكمل بقى للاخر. طبعا هي الخطوة دي ممكن تاخد شوية وقت، بس عشان نخلي الشكل النهائي حلو. بعدين حطيت نقطة شمع كده في الاخر بعد ما خلصت، هثبت عليها الشريط بتاع الستان وهقص الزيادات بالشكل ده كده. بعدين بقى هثبت الهيكل اللي انا عملته ده كأننا بنعمل اطار لصورة بالظبط. بعدين بقى زينت الجيوب دي بشريط ستان برضو ونقص الزيادات، وهو ده شكلها اهو. بعدين استخدمت برضو قطعة شريط ستان عشان نعمل ايد للمنظم عشان نقدر ان احنا نعلقه منه بالطريقة دي كده، وبثبته بالشمع. بعدين عملت فيونكة زينت بيها الجبين. واتفرجوا بقى على جمال وحلاوة الشكل النهائي، حرفيا سهل جدا مفيش ابسط منه. الفكرة دي هتخليكم تستغلوا اي بنطلون قديم عندكم، بجد شكله رهيب قوي ومش عايزة اقول لكم يعني شكله في الحقيقة احسن بكتير من التصوير. شكله كيوت قوي وبسيط وسهل وتقدروا تنفذوه بكل سهولة. لو عجبتكم الفكرة متنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة. وبس كده، مع السلامة.